كسرنا والله ما شفنا ضلع قبلها باستشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. ذكر كبار المؤرخين والمحدثين وكتاب السير والمقاتل إنه ولد الإمام الحسن العسكري في اليوم الرابع أو الثامن من شهر ربيع الثاني سنة 232 للهجرة بالمدينة المنورة. اسمه الحسن وكنيته أبو محمد، ألقابه الزكي الهادي العسكري التقي والخالص والسراج والصامت والرفيق والمرضي، وأشهر ألقابه العسكري، ويقال له ولأبيه وجده عليهم السلام ابن الرضا. والإمام الحسن العسكري هو الإمام 11 سبط سيد البشر ووالد الإمام المنتظر، محبوب قلوب الأنبياء والأوصياء، إنه من العترة الطاهرة الذين أخبر عنهم النبي، وهو أحد الأئمة 12. أما أمه فاسمها حديث، وعلى قول سليل ويقال لها الجدة، وكانت في غاية الإصلاح والورع والتقوى وفي جنات الخلود. كانت في بلدها من الأشراف في مصاف الملوك، ويكفي في فضلها إنها كانت مفزعا وملجأ للشيعة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري. وعن الإمام الهادي قال سليل: مسلولة من الآفاق والعاهات والأرجاس والأنجاس. ثم قال لها: سيهب الله حجته على خلقه، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.
وسمي بالعسكر نسبة إلى محلة العسكر في سامراء التي سكن فيها مع هديه الإمام الهادي، لأن الإمام انتقل إليها في طفولته المبكرة، وله من العمر 2 سنة، وحمل مع أبيه الهادي إلى سامراء سنة 234 للهجرة. نشأ الإمام وترعرع في سامراء تحت رعاية أبيه الإمام الهادي. أريد تصغي هاي القصة. صلوا على محمد وآل محمد. فطبعه على أخلاقه التي هي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله، ورباه بتربيته التي هي تربية القرآن، فشب ناشئا على الخلق والعلم والتقوى، وتربى في ظل أبيه الذي عرف بالعلم والزهد والجهاد والعمل، فاكتسب منه مكارم الأخلاق وغزير العلم وروح الإيمان وشمائل أهل البيت. فقد سحب أباه وعاش معه 23 سنة وأشهرا، استوعب خلالها علوم آل محمد وتلقى ميراث الإمامة، فكان كآبائه في العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الإصلاح في أمة جده محمد، ومارس مهام الإمامة وتحمل مسؤوليتها وهو في عز الشباب وعنفوان الأمر. وقد نص أبوه على إمامته في موارد عديدة، من أشهرها